يلا بقى نحضر مع بعض احلى كبده شارع، كبده العربيات كلنا بنحبها. عملتها بطريقه سهله وبسيطه جدا في البيت. عرفت السر من بتاع العربيات الكبده اللي اقوله لكم. هنا انا جبت نص كيلو من الكبده، ومعايا فلفل الوان حامي وبارد، وجبت كمان معلقتين من الثوم المهروس. هبدا كده اول حاجه اقطع الفلفل، بعد كده قطعت الكبده كمان. هجيب الثوم نزلت عليه بمعلقه من الكزبره، ومعلقه من الكمون، ومعلقه من الفلفل الاسود، ومعلقه من الملح، وعصرت عليه على الليمونتين، وثلاث معالق كبار من الخل. سخنت الطاسه ونزلت بشويه من الزيت، ونزلت بالخليط بتاع الثوم اللي انا عملته، وبعد كده نزلت بالكبده لحد ما تستوي معايا. وبعد كده بعد ما استوت نزلت بالفلفل. اول ما يدبل معايا كده الكبده خلاص خلصت معايا كده، نزلتها وجبت فين هبدا بقى احشي. وبس كده خلصت معاك الفيديو، وعملت معاك احلى كبده عربيات الشارع من هنا ورايحه تعملوها في البيت، مش هتشتروا خالص من بره. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واشتركوا في القناه، واشوفكم تاني في فيديو جديد.